الله معكم أصحاب يسوع. الله دايما معنا. كتير عم بفرح لما أسمع منكم هالجواب. الله دايما معنا ورح يضل عطول حاضر معنا وحدنا وبيحبنا. الأبونا رجع لكم اليوم كمان لأنه حابب يخبركن عن جمال مريم العذراء من خلال 3 صفات كتير حلوين، فينا نسميهم 3 فضايل. الفضيلة هي شيء حلو عشته مريم وبتعلمنا إياه. أول فضيلة مريم المتواضعة. شو حلوة هالكلمة، تواضع هي أجمل صفة عند مريم. بس يا أبونا شو يعني تواضع؟ تواضع هو لما أعرف وأعترف أنه الله عظيم وأعلى من كل شيء وأنا صغير قدامه. قلبي صغير 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 والله كبير كبير كبير. الله تيساعه قلبي بدي حبه كتير كتير. قلبي صغير 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 والله كبير كبير كبير. الله تيساعه قلبي بدي أحبه كتير كتير. والتواضع منشوفه كتير مطارح بالإنجيل، خاصة لما مريم قالت للملك ها أنا أمة الرب، يعني أنا خادمة الرب وبقبل أعمل مثل ما بده بحياتي. تاني فضيلة مريم الخدومة. بخبرنا الإنجيل أنه أول ما عرفت مريم بحبل أليصابات بالشهر السادس مشيت مسافة كتير بعيدة تتوصل لعند أليصابات تخدمها وتساعدها. مريم عرفت تعيش المحبة مثل ابنها يسوع، وهالمحبة خلتها تفكر بالأشخاص اللي بحاجة لمساعدة. وهيك صار، راحت لعند أليصابات وساعدتها تكانت ولدت يوحنا. ثالث فضيلة مريم أم الحياة. الله اختار لمريم لتكون أمه ليسوع ابنه الوحيد، وهيك حبلت بيسوع 9 أشهر وولد منها طفل صغير مثلكن. يعني عطيتنا يسوع، عطيتنا الحياة. وأنا كمان مثل مريم بدي حب يسوع كتير تيكون بقلبي وأعطيه لكل الناس، وهيك بصير أنا كمان مثله بعطي الحياة والفرح للأشخاص اللي بيشوفوني. تواضع، خدمة، حياة، 3 كلمات بيخلوني يصير حلو مثل مريم كرمال يسوع. رح نحفظهم، يلا عيدوا وراي. تواضع، خدمة، حياة. تواضع، خدمة، حياة. تواضع، خدمة، حياة. برافو، قدرتوا تلحقوني. زوروني بالمرة الجاية. باي أصحابي.